يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. رسميا عودة الاندرتيكر. ايه يا اسطى؟ في ايه؟ هتطلع لي منين؟ كابتن محمود الخطيب راجع بقايمة فين يوجعك، ضرب من كل حتة. اما احنا في نادي الزمالك يا ابو الصحاب شغالين على شيك شاك شيك. ايه يا حاج شيكو بيتزا، بتعمل ايه يا ابن كوم الشكاية؟ فمعانا فيديو يا ابو الصحاب فيه تفاصيل كتيره مهمه، ما ينفعش كالعاده يعني ايه تفوت حته تسمع حته وتجري، لا، من اول الفيديو لحد اخر الفيديو علشان فعلا حلقه مليئه باحداث مهمه. حابب قبل ما ابدا يا ابو الصحاب اشكرك، انت وصلت الفيديو اللي فات 10000 لايك. يا عم جيت، الحمد لله على السلامه يا اسطى، اخيرا. اقول اعمل 10000 لايك، ما هو بنعملها ايه؟ فيا ريت ابو الصحاب يعني اهو كل فيديو تعمل لايك، سهله بسيطه. حابب اشكرك ان انت وصلت الفيديو 10000 لايك، والناس الجديده اللي اشتركت في القناه نورتم، والناس بقى اللي بتتفرج ومش مشتركه يا كاريزما اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك اشعار بيه. وقبل ما ابدا يا ريت نصلي على النبي في الكومنتات عشان ناخد ثواب وندعي لاخواتنا. ويلا نبدا، يلا نبدا. تعال نبدا ابو الصحاب. اول موضوع معانا العو جه العو حاضر. الكابتن محمود الخطيب بشكل رسمي بيعلن في بيان ان هو رجع. وده معناته ايه يا كابتن حسين؟ تامن على اللي عندك، علشان ديت مرحله انتخابيه عايزه دعايه، والدعايه ممكن ينتش لاعب نتش كتير، والفتره الاخيره عنده هزه في الدفاع والباك الشمال. ايه يا حسام بنتايج؟ خد يا اولادكم خد هنا. تعال نتكلم جد بقى شويه بالصحاب، عشان البيان فيه صيغه ومعلومه عندي هقولها لك علشان الكابتن محمود الخطيب، عشان الناس ما بيرجع في كلامه يا شيخ. ما انتش عارف الكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه، الناس بتشكك في مرض، دي ناس مريضه يعني، وصلت معاهم لمرحله ان الناس بيستعطف الناس بمرض، دي ناس مريضه سيبك منهم. بس الناس اللي مش واخده بالها من صياغه الكلام او البيان، في حته مهمه لازم تقف عندها، ديت هتكمل المعلومه اللي انا هقولها لك. في حته في البيان بيقول لك تم التوصل الى صياغه للمرحله القادمه. ممكن الناس ما تكونش خدت بالها من البيان، البيان قدامك لو عايز تقراه. يعني الكابتن محمود الخطيب يعني سرق كل حاجه فيه، بس الحته ديت مهمه عشان هنكمل زي ما قلت لك على المعلومه اللي عندنا. كابتن محمود الخطيب مش هيبقى زي يعني الفتره الاخيره كرئيس يعني مباشر للنادي الاهلي، لا، الفتره اللي جايه الموضوع هيختلف خالص. كابتن سيد عبد الحفيظ، دي المعلومه، هو اللي هيكون مسؤول عن ملف كره القدم بشكل كبير. يعني الكابتن محمود الخطيب هيبقى موجود بس في الامور الكبيره. يعني مثلا لاعب اتعاقب، كان المفروض في اوقات معينه كابتن محمد رمضان، كابتن سيد عبد الحفيظ، اي واحد مدير كوره يتصل الكابتن العقوبه نعاقب اللاعب بقد ايه، نخليها الضعف ولا لا، ياخد امره. الحاجات ديت مش هيستشيروا فيها الكابتن محمود الخطيب، مش تقليلا منه، عشان بس الضغوطات. الكابتن محمود الخطيب هيتدخل في بعض الامور المهمه والكبيره، فعلشان كده الفتره اللي جايه هيبقى دور الكابتن سيد عبد الحفيظ مهم. الناس اللي مش عارفه كده كده هيبقى عضو مجلس اداره داخل النادي ده، مش بس كده، هيبقى كمان نائب لجنه الكره، كمان عضو في شركه الكره. الكابتن سيد عبد الحفيظ هياخد مهام بالبلد كده زي ما امير مرتضى منصور كان مشرف عام على كره القدم، كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي هيبقى بشكل كبير مشرف عام على كره القدم، والاستاذ ياسين منصور شبه هو اللي هيكون الرئيس. الكابتن محمود الخطيب هيلجأوا له في بعض الحاجات الكبيره، وهنا مش تقليلا ليه، بس القصه كلها مفيش كادر للنادي الاهلي الناس تقول له هو ده، لا، محتاجينك يا كابتن محمود، بس ايه، هنشيل عنك الضغوطات. وفي نفس الوقت كمان الكابتن محمود الخطيب جاب الكابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ ياسين منصور. الناس اللي مش عارفاه ده مالتي ملياردير، لو دخلت على هتحولي من الارقام. فتخيل بقى كل الكوكبه ديت في مساعده النادي الاهلي. في ناس بتبقى مريضه وفي ناس توفت داخل النادي الاهلي بسبب انها لازم تساعد النادي الاهلي. قلت لك هم بيحبوا المؤسسه، مش كل واحد بيحارب على الكرسي. كابتن محمود الخطيب رغم مرضه بيرجع، حتى لو بس شايف ان هو دوره مش هيكون كبير بشكل يعني كبير زي السنين اللي فاتت، بس وجودي هيساعد النادي الاهلي، انا موجود. وفي نفس الوقت يعني لجنه الحكماء والناس دي معلومات اللي انا بقولها لك، انت هتشيل عنك الضغوطات، هنلجأ لك في بعض الحاجات. والكابتن محمود الخطيب كل حاجه هتمر عليه، بس في حاجات عادي يعني عقوبه على لاعب، حاجات معينه ديت يعني يشيل الضغوطات من عليه، مش مستاهله ياخد امر رئيس النادي في بعض الحاجات. اما في حاجات طبعا موافقه الكابتن محمود الخطيب هو رقم واحد، بس انا بفهمك بس كل واحد هتبقى مهامه عامله ازاي. الكابتن سيد عبد الحفيظ تقدر تقول كده هو المسؤول عن ملف كره القدم، لاعب جه هيكون هو اول واحد يوقع الكلام ده، عقوبه هو المسؤول، تجديد لعيبه هو المسؤول. فعلشان كده بقول لك الفتره اللي جايه استعانوا بالكابتن سيد عبد الحفيظ، وهيتحضر لسنين قدام
ان هو في اوقات زي ما الكابتن محمود الخطيب كان عضو ثم امين صندوق ثم نائب ثم رئيس، كابتن سيد عبد الحفيظ هيتجهز لمنصب الرئاسه من خلال دخوله اول مره الانتخابات. وكابتن سيد عبد الحفيظ اعتقد عينه كويسه في بعض ملفات كره القدم، وكمان معاه الكابتن وليد صلاح الدين كمدير كره ذكي جدا. فانت شايف ان الاهلي زي ما انت شايفه ما بيحصل فيه بعض الهزات اللي هي الطبيعيه لاي، عشان احنا مش لازم السابقه طبيعيه عادي، تلاقيهم مره واحده يقفوا جنب بعض، مصلحتي وانا تعبان على قد ما اقدر انا موجود، انا موجود، وتعالى نحضر الاستاذ ياسين منصور وكابتن سيد عبد الحفيظ، وتعالى تلاقيهم كلك بيقفوا جنب بعض. اما انا مجلس اول ما يجي افتح الملفات اللي فاتت، يلا بقى نخبط في مرتضى، شوف الارض محروقه برضه مرتضى يمسك حد ملفات ممدوح، يلا نخبط في. مش قصه بقى اللي احنا نسلم بعض ونحب بعض، لا، المؤسسه عايزاني فانا هكون موجود. تعالى اوريك يا اصحاب معالم القايمه اللي الكابتن محمود الخطيب هيعلنها بشكل كبير لا بكره لا بعده، يعني خلال ايام الكابتن محمود الخطيب هيعلن عن قائمته. القاهره 24 منزله، واعتقد على ما سالت يعني ان ممكن بس اسم واحد يتشال من القايمه من اللي انت شايفه، اسم اتنين بالكتير بس، يعني هو اسم واحد ممكن اللي يتشال او ممكن ما يتشالش. تعالى بقى لنادي الزمالك. هوريك فيديو، لو انت طفل ما تتفرجش عشان ممكن يخرج مني الفاظ، وانا هحاول امسك نفسي. والفيديو ده منتشر من امبارح وهقول لك الملخص فيه، بس تعال نشوفه ونعقب. اتفرج. وديها يا بيتزا. ايه الاندر ده يا اسطى؟ انا لابس اندر فتله ولا ايه ده؟ مالك يا اسطى؟ ايه راسه الرعاشه دي؟ في حاجه وقعت منك على الارض؟ ايه يا ابن المكهربه في ايه؟ ايه المناظر دي؟ واحد يمنشن مكافحه الادمان والمخدرات، منشن في الكومنتات يشوف الحاله دي. وايه الرقصه دي؟ ايه اللي رقص؟ عارف لما بتضرب الصرصار بالشبشب في رقصه بتلاقي الصرصار هي دي رقصه الصرصار، ما اعرفش مشنك كده. حبيبي يا صاحبي، ايه المناظر اللي جايبينها في نادي الزمالك دي؟ ايه الاشكال دي اصلا؟ ده المشكله كمان اللي مش بيصوروا يا ريته صاحبته، يعني ده واحد ذكر اللي بيصوره، يعني انا ارقص قصاد صاحبي بالاندر؟ يعني ايه؟ اقسم بالله انا مع نادي الزمالك شفت كل النشاطات داخل النادي، والله العظيم، يعني بناكل حقوق ناس، وفي ناس بتحشش، وفي ناس بتاع نسوان، وفي ناس بتاع رجال، يعني في كل النشاطات. ده مش نادي، دي مؤسسه بص تتقبض عليها والله. لو النادي الزمالك ده لو في تحقيق بالكلام ده كله ونائب عام وهدار ملعب هيجي يلفونا بملايه في كل انواع النشاطات والله، اصلا غير كره القدم، يعني بنقدم كل حاجه غير كره القدم. ما اعرفش الاشكال دي، والناس تقول لك ده فيديو قديم. هي دي المشكله اللي فيديو قديم او جديد؟ النوعيه دي دخلت ليه اصلا عندنا؟ ليه؟ وجو الادور على فكره وقع عليه عقوبه، وقع عليه امبارح، هيبقى بسبب ايه بقى؟ الله اعلم. ناس تقول لك فيديو قديم، يا سلام، واللي اتقدم جوه ده ليت فليكس، يا ريته كان بتاع نسوان هعديها، ده صاحبه بيصوره ويقول له اديها، هو يعمل ليه ايه يا ابن ايه ايه الرقصات دي وايه الشكل ده وايه المنظر ده؟ انا عايز افهم بس اللي جاب اللاعب واللي بص على السي في بتاع اللاعب شاف الحاجات دي، شاف نوعيته عامله ازاي؟ انا لحد اللحظه ديت لما بتكلم في انا قابض ومرتشي يا عم دي اشكال تخش هي ناقصه نجاسه بتوع الرجال يعني اللي انا بقوله كمان ده اصلا ما ينفعش يتقال للناس، بس ده قرف منكم لله، قرفتونا من نادي. تعالى بقى بصحاب للاخبار اللي بعد كده، بس انت اكدت ان انت عامل لايك 10000 لايك يا بالصحاب، ولو ما انتش مشترك في القناه اشترك في القناه علشان لسه معانا تفاصيل كتيره مهمه. زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك عن نادي الزمالك، بيقول لك لاعبون الزمالك يهددون باللجوء للاجراءات القانونيه ضد النادي حال عدم صرف المستحقات قبل مباراه غزل المحله. الخبر اللي انت شفته ده بالصحاب صحيح بنسبه 100%، وسالت اللعيبه وصلت معاهم للاخر. ايه يا جدعان انا مش عارف اجيب اكل لبيتي، والله ما بهزر. وزي ما قلت لك في عندنا اجانب يعني غيرت السكن بسبب ان السكن هنا غالي، فنجيب سكن ارخص. اجانب عندنا بيحصل فيه الكلام ده، ما عندناش مش عارفين يجيبوا وجبات لاهل بيتهم، انت فاهم وصلت ليه؟ فالكابتن هشام نصر كان بيحاول الفترة الأخيرة أو المجلس كله اللي احنا ناخد كارد تالت أو رابع أو خامس، ما علينا كارد. قال لك الإجراءات هتاخد وقت، ما أنتوا ما سددتوش والأرض لسه، والموضوع رايح في القصة دي. الراجل قال لك إيه؟ هيدي لنادي الزمالك ما يقرب، في ناس قالت لك 25 20 مليون جنيه،
قرض لنادي الزمالك عشان اللعيبه تاخد مستحقاتهم، عشان اللعيبه لو ما خدتش مستحقاتهم قبل المباراه اللي جايه يعني معظمهم هيقدموا شكوى في الاتحاد، وبناء على كده تروح للفيفا، فبناء على كده النادي يتوقف. اصل مش لاعب ولا اتنين، ده فرقه. فرقه بالمدرب ما بياخدوش فلوس، فقفل النادي اصلا كله. فالكابتن هشام نصر هيسلف نادي الزمالك 20-25 مليون على حسب الناس اللي اجتهدت، بس انا المعلومه اللي عندي اللي هو 20 مليون، ما علينا 20-25. هي قصه يعني هو بيدفع القرض ده، هل هو قرض حسنا يعني هيدفع ال 20 ياخدهم 20 ولا ياخدهم بالفوائد والدنيا تبقى اصل المجلس ده لما شفتوش قدم لي حاجه. اصل لو المجلس ده كان عايز يقدم لي حاجه، طب ما قبل مباراه القمه الفلوس ظهرت دلوقتي، ما قبل مباراة القمة محتاج يا عم، حتى ما كنتش هخسر، على الاقل كنت ممكن اتعاد، اللعيبه يبقى عندها حافز، المدرب يبقى عنده حافز بدل ما واقف مش شايف قدامه. جاي تعملها دلوقتي، ما كنت تدفع قبل مباراة القمة. فهنشوف الايام اللي جايه قرض حسنا ولا هيلم فوايد قد كده. اما بالنسبه لمدرب نادي الزمالك، عشان الناس اللي بتسال المدرب ماشي ولا لا، على قد فلوسنا، احنا جايبينه من الاول على قد فلوسنا، يعني جايبينه هو هياخد 21,000 دولار، الجهاز كله بياخد فوق يعني بيوصل لحاجه و40,000 دولار، 43 44 الجهاز كله، فعلى قد فلوسنا. فالراجل قاعد وساكت وما بيتكلمش ولا فتح بقه وبيستحمل معاك، فقال لك انا مشيه ليه؟ لو مشيته نادي الزمالك ده حصل فتحوا ملف اللي نمشي يعني فيريرا ان شاء الله، يعني كلكم بالمجلس كلكم، والله اللي ماسك اعصابي لحد اللحظه دي. المهم المدرب لحد اللحظه ديت ابو الصحاب مكمل مع نادي الزمالك، ومجلس الاداره فكرت فيه، قال لك الراجل ده ليه 3 شهور، وفي نفس الوقت لو فسخنا عقده هياخد 3 شهور. هل انا عارف ادفع ال3 شهور الاولانيين عشان ادفع له ال3 شهور بتوع الشرط الجزائي؟ فنتنيل ونقعد. ده اللي حصل نصيا، ان فيريرا مكمل معانا، وما نشوف بقى اما ربنا يحلها علينا والارض، اشوف الارض ولعه علشان اي حاجه نغمه دلوقتي معلاش فلوس، الارض مخربه الدنيا. ما قبل الارض فين محتواه يعني؟ قبل الارض يا جدعان ما تقرفوناش بقى، كل حاجه الارض اللي موقفه الدنيا، اللي موقفه الدنيا، اللعيبه بتشحن الارض دي، تولع الارض لغايه ما الارض ترجع بقى والدنيا تبقى حلوه، نفكر نمشي المدرب عشان ندفع له مستحقاته ثم الشرط الجزائي، يعني ده الكلام يعني. اما المدرب قاعد في قرابيزنا لغايه ما ننزل، مش تالت، احنا كده كده مع المكسب بتاع بيراميدز المؤجل والاهلي انا كده رسمينها ابقى تالت، لا انا ممكن انزل عن التالت كمان. وبما اني وصلت لحد اللحظه ديت يا ابو الصحاب ومكمل معايا الفيديو، حابب اقول لك حبيبي انت والله، فعلشان كده هسمعك فيديو بيجح بيجح ده، عارف بجاح، انا بيجح قدام الناس تقدر تعمل لي انا بيجح ليه بقى يا ابو الصحاب؟ انا بقول كده، تعال شوف بس. قمه في الظلم، ان اللاعب ما يخصمش منه فلوس. هتقولي ما باخدش فلوس، صح ولا لا؟ اقول لك اخصم منه برضه. يا سلام يا ترعه المفهوميه يا اللي في الزملكاويه كلك ومشغلينك في القناه، اشوفها ولع. بقول له اللعيبه ما بتاخدش فلوس، اخصم منهم برضه. ما هو اللاعب يقول لك ايه؟ اخصم من الفلوس اللي انا ما باخدهاش، وحات الفلوس بقى الباقي اللي انا ما باخدهاش. ده بذمتك يا ابو الصحاب اسمه ايه؟ لا مستني رايك في الكومنتات ما تتخضش، اسمه ايه؟ ده مش ايه الاعلى من البجاح؟ بكاسه يعني. انا مش عارف ااكلهم مام، مش عارف ادفع للعيبه واروح اخصم منهم باني عين، فالله بقول لك اخصم من الفلوس اللي انا ما باخدهاش، وهات الباقي، هات لي اي حاجه، ادينا حته لحم، اي حاجه ادي للعيبه اي. لا قمه الظلم اللي انت ما تخصمش من اللعيبه. طب ما تغزق عين اللعيبه، تدفع لهم المستحقات بتاعتهم عشان لما تيجي تخسر ولا اي حاجه تعرف تخصم وتعرف تتكلم معاهم. اما ابقى بيكيس كمان مش عارف ادفع لهم واروح اخصم منهم يا بيكيس. يجي للخبر اللي بعد كده في النادي الاهلي، الكابتن احمد شوبير لما اتسال عن المدرب رد باجابه كلحه. اسمع بس، امبارح اتطرح اسم جوزيه جوميز لتدريب الاهلي، استنينا نعرف الموضوع ايه. كلمنا مسؤولين في نادي الفتح السعودي واكدوا انه مكمل معاهم، ولما كلمنا حد في الاهلي لا نفى ولا اكد. هو يحب يلعب على كده. عموما جوميز في الماتشات الكبيره انا حضرته طبعا مع نادي الزمالك وقلت وجهه نظري، في الماتشات الكبيره بيعرف يلعبها، بيشتغل على الجانب النفسي والكلام ده كله. جه في ظروف صعبه في نادي الزمالك، في الماتشات الكبيره بتعتمد بس على العامل النفسي. اما هو فنيا ما كانش اجمد حاجه الصراحه. انا عارف يا ابو الصحاب اللي انت هتشتمني، بس انت لو رجعت واتفرجت ولو فاكر ماتشات الدوري كان بيقدم ايه وقصد الفرق الضعيفه والكلام، الفرق اللي بتدافع، ارجع واتفرج. هو ماشي قصد الفرق الكبيره اللي هي كانت عشان ايه كسبنا بالضربات جزاء ولا قد يعني عادي، ما هو ممكن يكسب ممكن يخسر عادي، ما هو خسر برضه في السوبر اللي بعده المصري بالضربات جزاء عادي.
مدرب انا شايفه يعني عادي بيستخدم العامل النفسي، وده شيء كويس طبعا بالنسبه للمدربين، وعنده الصراحه خلفيه يعني ايه جمهور اهلي وجمهور زمالك، ممكن يفيد النادي الاهلي في الحته دي، بس ما اضمنلكش ان هو ينجح 100% لو جه النادي الاهلي. لحد دلوقتي يا ابو صحاب الاهلي ما استقرش على اي مدرب اجنبي لحد اللحظه ديت، في اسماء كتيره. نيجي للموضوع اللي بعد كده يا ابو صحاب ومش فاهمه، يعني قصف الجبهه اللي انا عارفه ما بين اهلي وزمالك، زمالك واهلي، ضيف هنا وضيف هنا يكسف جبهتي دي بقى هفهمها. ايا كان بقى الواحد عنده كاريزما بيعرف يرد حافظ، ايا كان عامل اعداد للحلقه كده. اما الاقي المذيع هو اللي بيكسف جبهه الزمالك، ايه التهزيق ده؟ تعال نسمع. يا جماعه وحدوا ربنا كده. في ايه؟ الدنيا بسيطه يعني. بسيطة جدا. ما يعني ما تكتمش في قلبك كده. لا مش هكتم. انتوا ياما اتغلبتوا من الاهلي، يعني ايه القصه يعني؟ مفيش وياما جديد. كسبنا برضه. لا ايه؟ وياما كسبنا برضه. عد بقى المكسب وعد الهزيمه، مفيش نسبه وتناسب. يا مهيب يا عنبه، مهيب عنبه. انا اول مره اشوف يعني مذيع بيجيب ضيوف يهزقهم، وبتيجوا ليه؟ يعني مستحملين على نفسكم كده ليه؟ حتى لو الكلام صحيح يطلع من اهلاوي هفهمها عادي، النكش ده موجود في الكوره، وانا هو واخواته بننكش في بعض عادي، اهلي وزمالك بننكش عادي، حتى لو كلام ما يطلعش من المذيع، والمذيع ده اللي انا عارفه اللي هو زملكاوي يكسب جبهتي. ماشي يا عنب. اما بالنسبه اللي بعد كده باصحاب الفيديو اللي انا هعرضه لك من ميدو، يعني كان في لجنه الكره في نادي الزمالك، طلع انا عارفه تقول عليه طبال، طلع قال لك اتعلم من نادي الاهلي، ده مش عيب؟ اسمع. مش عيب ان انا ابص للمنافس بتاعي ايه الحاجات الايجابيه اللي هو بيعملها واعمل زيه. سمعت؟ عشان لما انا كنت بقول لك كده انت بتاخد بس الحاجات اللي هي بتقع من الاهلي، وطبيعي يقع بتاخد بس السلبيات اللي بتقع، عشان هي بشر بنخطأ وتفرح بقى وتزيد. طب شوف هو ناجح ازاي، شوف هو واصل كده، اتعلم منه. ولا بطبل بزمر ميدو اصلا شغال في الزمالك، ما لسه ما يكملش كام شهر في لجنه، قال لك اتعلم مش عيب. اسمع، بيبعت رساله لمجلس اداره نادي الزمالك. انا عارف هتقول بقى عليه طبال بقى، ما انا عارف، وانا عارف كده كده ميدو زي ما قلت لك في اوقات معينه على حسب الموجه رايحه فين. انا دلوقتي شغال تبع المجلس وكلام زملكاوي اللي ما فيش منه اتنين، يطلع على قلنا تلاقي بالكلام على حسب السبوبه هتروح فين، بس ده الكلام الحقيقي والواقعي. وفيها اما اتعلم من اهلي، وفيها اما اتعلم من الجمهور اما اخسر بطوله ولا الدنيا تقوم ما بتقعدش. فرحني يا عم، هو الاهلي ناقص بطولات؟ فهمني حد اصلا يقدر يوصل للبطولات بتاع الاهلي لو قعد كام سنه؟ مش حدش هيقول، بس هي ثقافه كده. فرحني يا عم. اما لما بخسر واتعادل تتقبل الحاجات دي، لا مش عادي. ما اقول لك اتعلم يبقى لازم تتعلم. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا ابو الصحاب، اتمنى يكون عجبك. مستني وجهه نظرك في الكومنتات على المواضيع اللي انا اتكلمت عليها، بشوف معظم الكومنتات وبعمل قلوب وبرد عليها. بس قبل ما اقفل الفيديو في تصريح تعال نشوفه. حسام عم جيد ممكن يوقع للاهلي، كابتن طارق مصطفى بيرد بيقول ولا يفرق بالنسبه لي، بعد اللي مشيوا دول اي حد يروح الاهلي مش فارقه كتير. انطفى. اصل كان كل يوم يطلع في القنوات زيزو ده حبيبي وانا قعدت معاه ومش عارف مين وامام ما بقاش واثق في حد. انطفينا يا عين، ومش بعيده في ظل الازمات ديت ممكن حسام مش بعيده، كان في نهايه الماتش بالاحضان والبوسه. خلاص يا حسام ما تبينهاش قوي. انا بقول كفايه كده بالصحاب. لو وصلت لحد اللحظه ديت ما عملتش لايك ليه؟ اتمنى نوصل الفيديو 10000 لايك. نقدر وقدرنا. شكرا ليكم بجد. واللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك اشعار بيه. وانا بقول كفايه كده، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده. وسلام.